اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ويا أهلين وسهلين في يوميات أم البنات، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيفكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين. طمنونا عليكم وأخباركم وصحتكم. الليلة حاعمل معاكم روتين ظريف خفيف كده بإذن الله تعالى. هنا دي سلطة الجزر. الليلة حاعمل معاكم سلطة الجزر. سلطة الجزر دي واحدة من الأخوات المتابعات يعني طلبتها مني صراحة، وقلت خلاص بالمرة نفطر بيها وكده يكون فطور خفيف وظريف. وهنا جيت بعد ما بشرت الجزر حمرته بزيت الزيتون. لو ما عندك زيت الزيتون ما في مشكلة، بس زيت الزيتون بدي إضافة سمحة للسلطة وكده. وهنا خدت عليها نزلت عليها بمعلقة بتاعة دقيق أو طحين، معلقة صغيرة، ما تكتري الدقيق بس عشان القوام، يعني إضافة الدقيق عشان القوام بديها قوام حلو، يعني خلي القوام بتاعها تقيل وكده. وبعد ذاك ضفت لها كاستين زبادي زي ما شايفين، وبعد الزبادي بضيف لها توم، والثوم كنت ياهو يعني دقيته، وبعد ذاك بضيف له الملح وبس كده. تاني ما بضيف له إلا حبة البركة دي، أنا بعملها كده غايته، ما بعملها أي إضافات تانية يعني. وهنا ضفت لها حبة البركة وبس كده. وبعديها مشيت طوالي شنو رميت لي طعمية يعني أو فلافل، لأنه الطعمية حلوة مع السلطة شديد، بتديها طعم حلو بالذات لما يكون العيش حار كده. هنا جيت رميت الطعمية الحمد لله. اللهم أديمها نعمة يا رب العالمين واحفظها من الزوال يا رب. وهنا خلاص الحمد لله فطرنا وكده. وبعدها على طول دخلت المطبخ، قلت خلاص يعني أعمل الغدا بدري بدري، لأنه أنا أصلا كنت صاحية بدري وعندها حاجات كتيرة يعني وعندنا طلعة وكده، قلت خلاص أعمل الغدا بدري بدري. الليلة هنا عملت ملوخية اللي هي الخضرة، وبعديها طوالي نزلت بالبصل على الزيت يعني وحمرته. بعد ما تحمر واللقطة بتاعت إنه أضفت اللحمة والموية والهنايتي ما تصورت معاي، ما لقيتها، ما بعرفها فاتت وين في المونتاج وكده. بس هنا بعد ما خلاص يعني اللحمة استوت وكده أضفت لها معلقة بتاعت معجون طماطم، وبعديها أضفت لها البهارات مشكلة وملح وقول عليه شنو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي بقول على شنو الكزبرة. وهنا خلاص يعني بعد ما اللحمة اتخدعت زي ما شايفين أضفت لها البهارات المشكلة، وبعديها طوالي بنزل عليها بشنو، بنزل عليها بالملوخية. وبعد ما انزل عليها بالملوخية بعد ذاك ما بغطي الملوخية عشان ما تقطع معاي تعمل معاي موية وكده. بخلي الملوخية بقول شنو تستوي يعني، وبخليها فاتحة كده، وبهناك بمشي أعمل القدحة بتحت الثوم. وبعد ذاك بعد ما خلاص خلصت من القدحة طوالي شنو بضيف عليه بضيف القدحة على الملوخية على طول يعني. وطلعت ما شاء الله يعني طعمة بطريقة ما شاء الله تبارك الله. خلاص غطيت عليها ومشيت ياهو عندي شوية عدة كده قلت أغسلها معاكم. زمانك يا جماعة هن كانوا عندهم كمثل يعني جميل بيقولوا لنا البركة في البكورة، والكلمة دي ما كانت ساكت مثل يعني، كانت أسلوب حياة. والبكورة يعني تقوم بدري، تبدي شغلك من بدري، تنجزي أمورك قبل الزحمة وقبل الكسل يسيطر عليك. الزول اللي بيصحى بدري من الفجر يعني ويحمد ربنا ويبدأ يوم غالبا بحس إنه يوم طويل وفيه إنجاز حتى ولو عمل حاجة بسيطة. البركة ما معناتها في الفلوس الكثيرة بس، البركة ممكن تكون لك في الوقت وفي الصحة وفي الأولاد وفي الرزق وفي راحة البال. يعني مرات زولين عندهم نفس الإمكانية لكن واحد ربنا مبارك له في وقته وبينجز
بينجز يعني سريع، والتاني اليوم كله بيكون ما عمل فيه حاجة، يعني سبحان الله. عشان كده دايما تبدأ يومك بذكر الله وربنا يفتحها عليك، يعني ويفتحها عليك من حيث لا تحتسبي. وفي ناس طبعا شغلهم بيخليهم يسهروا ويشتغلوا بالليل وكده، لكن الفكرة الأساسية إنك ما تخلي الكسل والعشوائية يسرقوا يومك كله، يعني نظمي وقتك وخليك عندك بداية فيها همة ونشاط كده يعني. كل صباح هو فرصة جديدة وفرصة إنك تصلحي حاجة فاتتك أو تحققي حلم صغير يقربك من حلمك الكبير. وما ما 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 كل خطوة صغيرة معناتها خلاص يعني ما حتكبر، لا حتكبر وحتحقق أحلامك، لأن الجبال بتتكون من حبات حجارة يعني. وربنا إن شاء الله يدينا الصحة والعافية، واللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، وربنا يجعل أيامكم وأيامنا كلها خير وبركة يا رب العالمين. وزي ما شايفين هنا غسلت الحوض وياهو بغسله دايما، وتقريبا في فيديو سابق وريتكم انه ياهو برص المناديل، وبعد ما ارص المناديل باخد عليها كوريلكس وبخليها لمدة ربع ساعة كده، وبعد ذاك بيجي شنو ادعكه بالليفة تحت السلك دي كده، وما شاء الله يعني بيكون نظيف شديد وبدي للحوض يعني نظافة كده ولمعان ما شاء الله يعني. بس هنا عشان الإضاءة شنو ظالماه شوية، لكن بينظف الحوض بطريقة جميلة شديد، وبخلي الحوض ما شاء الله لامع ما شاء الله تبارك الله. وبعديها يعني تغدينا، وبعد ما تغدينا ياهو شربنا العصير، وبعد ما شربنا العصير طلعنا. هنا تقريبا اللقطة دي يعني ما مفترض ده يكون مكانها، اللقطة دي مكانها هناك لما كنت بعمل في القدحة تحت التوم، لكن جات وقلت والله ما بمسحها لأنه أوريكم قلت لكم إنه لما نقطع الراس بتاع التوم كده بتنضف معي بكل سهولة، يعني ما بكون متعب لما تقطع الراس الفوقانية دي، الراس الفوقاني بالذات. في ناس كتير بيكونوا عارفين الحركة دي، بس أنا قلت شنو للتذكير يعني، لكن في ناس كتير بيكونوا عارفين الحركة بتاعت إنه تقطع الراس بتاع التوم من فوق كده دي. وبعد هنا اللقطة دي اهو بعد ما نضفت التوم وغسلته، بعد ده كان دقيته وعملته كان للقدحة تحت الملوخية. وبعد ذاك ياهو تاكل اتغدينا وشربنا العصير، واللهم دمها نعمة يا رب العالمين واحفظها من الزوال يا رب. وكان طلعنا هسه بدي اللقطة انه نحنا طلعنا وكده، كان طلعنا مشينا البنقلة تحت السمك وياهو جينا. كان يوم حلو والله، مع انه طلعنا طلعة خفيفة كده، لكن كان يوم جميل والله. وهنا غسلت خلاص التوم، وهنا كان عندي برضو شوية غسيل غسلته، وبعد ذاك مشينا خدينا الغدا. كل يوم أنا طبعا قاعدة أغسل، لأنه دايما البيت اللي بيكون فيه أطفال وكده الغسيل بيكون كل يوم، الأطفال بيغيروا كتير وكده. هنا الحمد لله اتغدينا، والخضرة والملوخية طلعت طعمة بشكل يا بنات جربوها والله طلعت طعمة شديد. وبعد ذاك ياهو عملت العصير وطلعنا مشينا كان البنقلة، وسبحان الله مشينا وما اشترينا ما لقينا السمكة اللي احنا عايزينه، لأنه احنا كان اصلا طلعنا متأخرين يعني، مشينا العصر على مغرب كده، وكان لقينا اي حاجة شطبت وخلصت يعني السمك الكويس وكده، ولقينا السمك لكن فيه شنو فيه شوك صغار. هنا بناتي كانوا بسلم عليكم نقول لكم يا جماعة كيفكم أخباركم صحتكم، نقول لكم هاي كده، وقلت لهم خلاص بس ما بقطع اللقطة دي يعني. وهنا دخلنا وما لقينا، قلت لكم شفتوا ما لقينا السمك اللي لقينا كله فيه شوك، يعني شوك صغار كمان، وعلى البنات خطر جدا لأنه ما بيعرفوا ياكلوا كده. والسمك اللي احنا كنا عايزين وما لقينا ولقينا خلص والله. المهم برضو ما في مشكلة قلنا وطلعنا من هناك. البنات قالوا خلاص يا بابا عوضنا عايزين حلا، جينا هنا محل الحلويات اشترينا لون حلا، وبعد ذاك رجعنا البيت. وبس كده انتهى الفيديو، واشوفكم على خير ومع السلامة. وما تنسوا يا جماعة الاشتراك في القناة واللايك وكومنتاتكم الحلوة تزعدني وتشرفني. تسلموا، الله يديكم.